السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء حذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يستشيرانه في المنزل أي أين يسكنان، فقال: عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه. احنا ايش دخلنا بسوريا؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هنا أرض الشام، أرض الشام وهي أرض مباركة، فهذه الأرض مقدسة مباركة عند الله تبارك وتعالى. أي ينبغي أن نعلم أن الأمة لا تزال في شتات وضعف وانكسار وعدم قوة وانهزام وكذلك ذلة وصغار عند عدوها ما دامت هذه البلدة ليس في أيدي المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: مع أي جند أكون؟ قال: عليك بالشام، عليك بالشام. إنها دمشق. هل تدري ما هي دمشق؟ إن دمشق في آخر الزمان هي قاعدة المؤمنين، هي مجمع الجيش الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد ويبذل روحه ودمه ويفارق أهله وماله لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من خيار مدائن الشام. نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين.